بيبدأ الفيلم في أمريكا مع الضابط المتقاعد جيسي، واللي حاليا بيشتغل في الأمن، وبتصحيه بنته مارا من النوم وبتقول له إنهم اتأخروا على الخروجة بتاعتهم لأنها تروح معاه هي وأخوها الشغل بتاعه، وبيكون باين عليها الحماس. وبتتكلم مع أبوها وبتعرفه إن أخوها ريكي مش عاوز يروح معاهم لأنه شايف الموضوع ممل. وساعتها أمها أليشا بتطلب منها تسيبها علشان تتكلم مع أبوها لوحدهم. وبتتكلم إليشا مع جوزها وبتفهمه إنه من وقت ما بدأ شغله الجديد وهو ما بقاش مهتم بأسرته زي الأول، فبيعرفها إنه بيشتغل وقت طويل عشان يسدد الفواتير اللي عليه، وبيقول لها إنه هياخدهم معاه الشغل النهارده عشان يعوضهم عن غيابه عنهم الفترة اللي فاتت. وبتقوم إليشا تحضر لأسرتها الفطار، وبتفرج مارا أبوها على الحركات الجديدة اللي اتعلمتها في التدريب. وقتها أخوها بيسخر منها وبيتخانقوا مع بعض، وساعتها جيسي بيسأل ابنه عن سبب رفضه إنه يخرج معاهم، فبيعرفه ريكي إنه شايف إن اليوم هيكون ممل ومش هيستفيد حاجة. وقتها بيطلع جيسي من جيبه تذاكر لكرة سلة، وبيعرفه إن في مباراة هتتلعب النهاردة لفريقه المفضل في مكان شغله. وساعتها بيوافق ريكي إنه يروح معاهم، وبيروحوا كلهم للمجمع اللي جيسي شغال فيه، وبياخد ولاده جولة في المكان. وبيقول لبنته إن مالك الملعب الجديد هيحضر المباراة، وبيعرفها الملك الجديد هتكون هي نفسها المليارديرة المشهورة ديانا سمارت. وبتفرح مارا جدا لأنها بتكون من معجبينها. وفي الوقت ده بتوصل ديانا للملعب مع حبيبها نجم الروك المشهور بيلي. وفي نفس الوقت ده كان رئيس الأمن ديف بيتكلم مع مهندس الصيانة تومسون، وبيعرفوا إن في مشكلة في الإنترنت، وإن فريق تكنولوجيا المعلومات هيوصلوا بعد شوية عشان يصلحوا العطل. وفي الوقت ده بيروح تومسون يتعرف على أولاد جيسي، وبيعرفهم إن هو وأبوهم صحاب من زمان. وبعدها بيروح جيسي مع أولاده المكتب الأمن، وبيعرفهم على رئيسه ديف، وبيسلموا ديف كروت VIP عشان ولاده يلبسوها. وبيطلب جيسي من ولاده ما يقلعوش الكروت أبدا لأن فيها جهاز تتبع عشان لو حد منهم تاه في الزحمة يقدر يوصله. وفي الوقت ده بيوصل فريق تكنولوجيا المعلومات، وبيدخلوا المبنى عشان يصلحوا عطل الإنترنت، وبيتضح إنهم عصابة متنكرين في شخصيات الدعم الفني. وبيروح جيسي قعد ولاده في المدرجات، وبيطلب منهم ما يتحركوش من مكانهم لغاية ما يخلص شغله ويرجع لهم. وساعتها بتروح ديانا سمارت تقابل المحافظ والعمدة، وبيرحبوا بيها هي وحبيبها. وبعدها بينقلوا ديانا وحبيبها لجناح VIP علشان يقدروا يتفرجوا على المباراة من هناك. وفي اللحظة دي بتدخل العصابة المخزن سري، وبيطلعوا أسلحة متطورة من معاهم. وبيتكلم رئيس العصابة ألفا معاهم، وبيقول لهم إن كل سلاح موجود فيه 6 رصاصات، والأسلحة مش بتشتغل غير من مسافة قريبة، يعني لازم يكونوا قريبين من الضحية اللي هيقتلوها عشان السلاح يشتغل. وبيغيروا هدومهم، وبيعرفهم كمان إنهم هيوزعوا قنابل في كل أجهزة الإنذار اللي جوه المبنى. وبعدها بيتنكروا في هدوم حراس أمن، وبيخرجوا بره المخزن وبينتشروا في المكان، وبيقتلوا كل الحراس اللي بيقابلوهم. وبتوصل ديانا للجناح، وبيعرفها المحافظ إنه معجب بالتجديدات اللي هي عملتها في ساحة الملعب، وبتفهمه إن هدفها إنها توفر فرص عمل أكتر للشباب من خلال التوسعات اللي هي بتعملها. وفي الوقت ده بيوصل ألفا مع 2 من الفريق بتاعه، وبيقتل حارس الأمن اللي موجود قدام جناح ديانا. وبيدخلوا على ديانا، وبتستغرب ديانا من وجوده، وبتسأله هو مين، فبيرد عليها ألفا وبيطلع مسدسه وبيقول لها إنه مش حارس أمن. وساعتها بيفتكر بيلي إن ده مقلب، وبيدور على الكاميرات اللي زارعينها، لكن وقتها ألفا بيقول له إنه جاي يسرق الحساب البنكي بتاع ديانا. وساعتها بيهددوا المحافظ إنه هيأذيه لو فكر يعمل أي حاجة. وبيعرفوا كمان إن أمريكا ما بقتش تتفاوض مع الإرهابيين من سنين، وإن مصيرهم بقى السجن. وساعتها بيضحك ألفا لأن المحافظ كان فاكره إرهابي، وبيطلع ألفا مسدسه وبيقتل المحافظ. وفي نفس الوقت بتكون مارا قاعدة في المباراة، وكانت عاوزة أبوها يحضر معاهم، لكن أخوها بيستهزأ بكلامها، فبتتعصب عليه وبتقوله ما يتكلمش عن أبوها بطريقة سيئة لأنه بيبذل مجهود كبير عشان يكون أب صالح. بس أخوها بيقول لهم إن أبوهم مجرد راجل فاشل بيشتغل حارس أمن. وساعتها بتتعصب عليه مارا وبتسيبه وبتروح للحمام. ولما بتدخل الحمام بتتفاجئ بالعصابة وهم بيقتلوا في الحراس، وبيشوفوها وبيخطفوها عشان يودوها لرئيسهم ألفا. وبيكون ألفا بيتكلم مع ديانا وبيقول لها تحول له $1,000,000 على حسابه. وبتطلب منها واحدة من العصابة اسمها بيسي إنها تدخل رقم حسابها في البنك وكلمة السر عشان تبدأ تنقل الفلوس. وبتضطر ديانا تسمع كلامها لأن ألفا هددها إنه هيقتل العمدة وكمان هيقتل حبيبها لو ما وافقتش. وبتتواصل واحدة اسمها جاما مع ألفا، وبتقول له إنها شوشت على كل أجهزة الاتصال الأمنية اللي موجودة في المبنى. ولما بيرجع جيسي يطمن على أولاده بيلاقي إن مارا مش موجودة، وبيعرف من ريكي إنها راحت الحمام. وقتها بيتعصب جيسي على ابنه لأنه ساب أخته تروح لوحدها، وبيقدر جيسي يحدد مكان مارا من جهاز التتبع وبيوصل لمكانها. وبتكون ساعتها العصابة خطفاها عند سلم الحريق، ولما العصابة بتعرف إنها لابسة جهاز تتبع بيشيلوه منها. وبيسمع جيسي صوت بنته وبيجري على السلم عشان يلحقها، لكن واحد من العصابة بيخطفها وبيهرب.
والتاني بيكون مسك معاه جهاز التتبع عشان جيسي يروح وراه، وبيمشي جيسي ورا جهاز التتبع وبيدخل صالة جيم، وبيشوف واحد من الأمن فجأة فبيتخض وبيضربه، لكن بيعتذر له في ساعتها. جيسي بيركز في وشه بيلاقي إنه مش تابع فريق الأمن، وبيشوف معاه مسدس متطور فبيهرب جيسي وبيروح يستخبى ورا ترابيزة، وبيشوف معاه حديدة وبيرميها على رجل العصابة وبياخد المسدس منه وبيسأله عن مكان مارا، لكن اللص بيرفض يقوله، وبيحاول جيسي يضربه بالمسدس بس مش بيخرج منه رصاص. وفي اللحظة دي بيقوم المجرم من على الأرض وبيضرب جيسي بكل عنف، وبيطلب منه جيسي يوقف قتال، لكن اللص بيكون مصمم، وساعتها بيمسكه جيسي وبيخبط راسه في حديدة وبيوقعه على الأرض، لكن بيقوم مرة تانية وبيحاول يضرب جيسي، بس جيسي كان أقوى منه وقدر يوقعه على حديدة وكسر رقبته ومات. وفي الوقت ده بيظهر تومسون فجأة وبيتفاجئ جيسي بوجوده وبيطلب منه يبطل يظهر له بشكل مفاجئ كل شوية، وبيفهمه تومسون إن في حاجة غريبة بتحصل في المكان لأن كل فريق الأمن اتغير، وساعتها بيسيبوا جيسي وبيروح يدور على بنته. وفي الوقت ده بتكون مارا مع واحد من أفراد الشرطة اسمه أوميجا وبتطلب منه يسمح لها إنها تربط حذائها، وفعلا بتوطي مارا علشان تربط حذائها، وبعدها بتقوم من على الأرض وبتضربه في رجليه وبتطلع تجري. وفي نفس الوقت بتتكلم ديانا مع ألفا وبتفهمه إنها عارفاه، وبتقوله إن اسمه الحقيقي جوبي ديفيس وإنه كان بيشتغل عميل سابق في مكافحة الإرهاب. وساعتها بيسألها حبيبها هي عارفة منين، فبتقوله إن ألفا زمان قتل عيلة أمريكية بريئة بالغلط، ووقت الحادثة دي وظفت ديانا فريق من المحامين عشان يكشفوا حقيقة القاتل، وبعد ما عرفت إن ألفا هو المسؤول كشفت سره وبسببها اتفصل من الخدمة. وقتها بيروح جيسي وتومسون لأوضة الأمن وبيلاقوا 2 من أفراد العصابة فبيهربوا منهم وبيستخبوا في أوضة سرية جوه المبنى، وبيطلب جيسي من صاحبه إنه يوصف له طريق أمان يقدر يخرج منه من غير ما العصابة تلاحظه، وفعلا بيوصف له تومسون الطريق. وفي نفس الوقت بتروح مارا تستخبى من أوميجا في قاعة جوه المبنى، بس بيقدر أوميجا يوصل لها وبيعرفها إنه هيقتلها لو فكرت تهرب منه مرة تانية. وبعد ما جيسي وتومسون بيخرجوا بره الأوضة بيلاقوا جاما قدامهم، وبيسألها جيسي هي ليه مش لابسة الهوية بتاعتها، فبتعرفوا إنها لسه ما استلمتهاش لأن ده أول يوم ليها في الشغل، وساعتها بيفهموا إنها فرد من العصابة. وبيكون تومسون شايف إنها بنت ضعيفة وهيقدر يضربها بسهولة، بس أول ما بيهجم عليها بتضربه بكل عنف وبتوقعه على الأرض، وساعتها بيهجم جيسي عليها وبيحصل بينهم اشتباك عنيف، وبتخرج رصاصة من مسدس جاما بالغلط وبتصيب نفسها في بطنها، لكن جيسي بيقول لها إنه مستعد ينقذ حياتها لو عرفته مكان بنته، بس جاما بتطلع المسدس وبتنتحر. فبياخد جيسي السماعة بتاعتها وبيروح عند أجهزة الإنذار اللي جاما كانت واقفة عندها، وبيلاقي إنها زرعة قنبلة من نوع اسمه بينج بونج، ونوع القنابل ده بيتنشط عن طريق جهاز تحكم عن بعد، وبيقدر جيسي إنه يعطل القنبلة وبيقطع السلك المسؤول عن التفجير، وبيفهم ساعتها إن لسه مئات القنابل المزروعة في أجهزة الإنذار في المكان، وبيقول لتومسون إنه محتاج يعطلهم كلهم. وبيروحوا يجيبوا خريطة للمبنى وبيدوروا على كل أجهزة الإنذار اللي موجودة في المكان وبيروحوا عشان يعطلوها. وفي الوقت ده كان ألفا بيتكلم مع ديانا وبيقول لها إنه أنقذ كتير من الأبرياء ومحدش فاكر ده، وكل الناس مش فاكرين غير العيلة الأمريكية اللي قتلها بالغلط. وفي وقت ما كانت بيسي بتحاول إنها تنقل الفلوس للحساب بيحصل عطل والفلوس مش بتتبعت على حساب ألفا، ووقتها بيحس ألفا إن ديانا خدعته وبيخليها تمسك المسدس وبيقول لها تقتل حد من اللي قاعدين، لكن بيسي بتقول له إن الفلوس بدأت تتحول للحساب، وساعتها بيسيب ديانا وبيطلب منها تقعد مكانها. وبيتواصل ألفا مع جاما عن طريق السماعات وبيسألها لو كانت ركبت القنبلة الأخيرة ولا لأ، وبيتفاجئ ساعتها إن جيسي بيكلمه وبيفهم إن جاما اتقتلت عن طريق حارس موجود في المبنى، وبيتواصل بعدها مع رجالته وبيأمرهم يقتلوا جيسي. وبعد كده بيوصل أوميجا وهو مع مارا لمكان ألفا، وبيروح جيسي يطمن على ابنه ريكي وبيطلب منه ما يتحركش من مكانه مهما حصل، وبيسيبه وبيمشي مع تومسون في كل مكان في المبنى وبيعطلوا القنابل المزروعة فيها. وقتها بتكون مارا قاعدة بكل ثقة قدام ألفا وبتقوله إنها مش خايفة منه لأن أبوها أقوى منه وهيجي عشان يضربه، وبيتضايق ألفا من كلامها وبيطلع مسدسه وبيهددها بيه علشان تقوله معلومات عن جيسي. وساعتها بيكون جيسي واقف يتكلم مع تومسون وبيعرفوا إنهم لسه مش متأكدين لو كانوا قدروا يوصلوا لكل القنابل الموجودة في المبنى ولا لأ، وبيجي له فكرة إنه يروح يعرض في شاشة العرض اللي موجودة في الملعب إن في قنبلة على وشك الانفجار عشان الناس يخافوا ويهربوا.
وبالفعل بيروح جيسي للراجل اللي موجود في غرفة تحكم الشاشات وبيعرفه إن في عصابة موجودة في المبنى وزرعة قنابل، وبيطلب منه يعرض رسالة على الشاشة يقول فيها للناس تمشي من الملعب فورا لأن في قنبلة على وشك الانفجار. لكن بيهجم عليه 2 من أفراد العصابة وبيقدر يتفاداهم بصعوبة ويهرب من الأوضة، بس بيقتلوا الراجل اللي كان موجود في الأوضة وبيطلعوا يجروا ورا جيسي. وبيدخل جيسي وسط الزحمة عشان العصابة ما تقدرش تهجم عليه، وبيروح يستخبى في مكان بعيد عن العصابة. وقتها بيشوف ديف رئيس الأمن وبيعرفه إن في عصابة موجودة في المكان، وبيكون ديف عارف اللي حصل وإنهم قتلوا كل الحراس، وبيفهمه إنه من وقتها مستخبي هنا عشان العصابة ما تقدرش توصل له. وبيقول له جيسي إن بنته اتخطفت من العصابة، وإنه كمان لاحظ إن العصابة معاها نوع من الأسلحة متطور جدا، وشكك إنهم عملاء سريين أو أفراد من العمليات الخاصة. وعرفه إن العصابة زرعت قنابل في كل مكان في المبنى، بس هو قدر يعطل عدد كبير منها. وبيسأله جيسي عن اقتراح عشان يتخلص من العصابة، وبيرد عليه ديف وبيقول له إن اقتراحه إنه يخلص عليه. وبيطلع ساعتها ديف مسدسه وبيوجهه ناحية جيسي، وبيفهم جيسي إن ديف واحد من العصابة وإنه خاين، وبيتصرف بسرعة وبياخد منه المسدس بتاعه، لكن بيتفاجئ إن ما فيهوش رصاص. وبيرمي المسدس على الأرض وبيمسك إيده وبيخبطه في الحيطة، وبعدها بيخبط راسه وبيوقعه على الأرض بشكل عنيف، وبيضربه لكمة قوية في وشه لدرجة إنه بيموت فورا. وبيتكلم جيسي مع ألفا وبيعرفه إنه قتل واحد تاني من عصابته. وفي وسط كلامهم بيسمع صوت بنته وهي بتنادي عليه، وبيهدد ألفا إنه لو فكر يلمس بنته هيقتله، لكن ألفا بيعرفه إنه مش هيأذي بنته لو سابه ينفذ المهمة اللي هو جاي عشانها. ومع الوقت بيقدر ألفا إنه يوصل لمعلومات عن جيسي، وبيعرف إنه نفذ عمليات حربية كتيرة بشكل محترف وخبير بالقتال ومكافحة الإرهاب. وبتتكلم معاه مارا وبتنصحه يحذر من أبوها لأنه مش هيسيبه في حاله. وساعتها بيقرر ألفا إنه يخطف ابنه ريكي هو كمان، وبيبعت أوميجا عشان يروح يجيبه. ولما بيوصل بيطلب من ريكي يجي معاه، لكن ريكي بيرفض يروح معاه وبيصرخ علشان أبوه طلب منه ما يتحركش من مكانه. وفي الوقت ده بيقدر ألفا إنه يحدد مكان جيسي على كاميرات المراقبة، وبيطلب من رجالته يروحوا يخلصوا عليه. وأول ما جيسي بيشوفهم بيهرب منهم بسرعة وبيدخل غرفة تغيير الملابس. ولما بيدخلوا وراه بيستغربوا إنه مش موجود، وفجأة بيظهر لهم وبيمسك أول واحد فيهم وبيضربه، وبيدخل في قتال معاهم وبيقدر يوقع أسلحتهم هم الثلاثة، وبيحصل بينهم معركة شرسة. وبيمسك جيسي واحد منهم وبيكسر رقبته وبيرميه فوق الدولاب، ولما التاني بيهجم عليه بيمسكه جيسي وبيكسر ايده وبيوقعه على الارض، وبيكون مش فاضل غير اوميجا ومعروف انه اكتر واحد محترف فيهم. وبتقوم بينهم معركة شرسة وبيضربوا بعض بكل عنف، لكن بيقدر جيسي يوقعه على الارض وبيمسكه من رقبته وبيأمره يعترف على مكان بنته. واول ما اوميجا بيقول له على المكان بيخنقوا جيسي لغاية ما بيموت. وبيروح بعدها يقابل تومسون وبيحكي له على اللي حصل، وساعتها بيوصف له تومسون اكتر مكان امان يقدر يدخل منه للجناح، وبيديله احبال عشان يستخدمها. وبعد ما جيسي بيمشي بيتفاجئ تومسون ان في قنبله نسيوا يعطلوها، وكان تومسون ما عندوش اي خبره عن فك القنابل، ورغم كده بيحاول يعطلها، لكن القنبله بتشتغل وبيبقى مش فاضل غير ثواني علشان تنفجر. وبيتصدم تومسون وبياخدها وبيجري بسرعه وبيروح يرميها في صندوق النفايات اللي موجود في المخزن، وبيقفل عليها وبيبعد عنها بسرعه. وساعتها القنبله بتنفجر، لكن مش بيكون لها تاثير ومفيش حد بيتصاب. وبيسمع الناس في ساحه الملعب صوت الانفجار، فبيهربوا كلهم ما عدا ريكي عشان ينفذ كلام ابوه. وفي نفس الوقت بيكسر جيسي الازاز وبيدخل الاوضه اللي موجود فيها بنته، وبيتصدم الفا وكل الموجودين، وبيتكلم مع جيسي وبيعرفه انه جاي متاخر لانه هيفجر الملعب كله دلوقتي. واول ما بيضغط على زرار القنبله بيتفاجئ ان مفيش انفجار حصل، ووقتها بيعرفه جيسي انه عطل كل القنابل. وبيهجم واحد من افراد العصابه على جيسي، وبيروح الفا وبيخطف مارا وبيهرب بسرعه من قدامه، لكن بيقدر جيسي انه يتخلص من العصابه وبيروح ورا الفا. وفي الوقت ده بتكون اليشا بتتفرج على الاخبار وبتتصدم لما بتعرف ان في انفجار حصل في المبنى بتاع جيمس، وبتنهار من الموقف وبتروح بسرعه على المبنى. وساعتها بيوصل جيسي لمكان الفا وبينصحه يسيب بنته، وفي المقابل هيسيبه يعيش، لكن ألفا بيعرفه إنه مركب قنبلة في إيد مارا، وبيفهمه إن كلها ثواني والقنبلة هتنفجر. وبيسيب مارا لأنها كده كده هتموت من القنبلة، وبيطلع سكاكين من معاه وبيهجم على جيسي، وبيحصل بينهم اشتباك عنيف، وبيقدر ألفا يصيب جيسي في إيده، فبيقلع جيسي حزام بنطلونه وبيضرب بيه ألفا، وبيقدر إنه يوقع سكينة من إيده، لكن بيهجم عليه ألفا وبيطعنه بالسكينة التانية في رجله. وساعتها بتتضايق مارا وبتضرب ألفا ركلة قوية، وبيمسكها ألفا وبيرميها من فوق السطح، لكن جيسي بيتدخل في الوقت المناسب وبينقذ بنته. وبعدها بيقلع جيسي التيشيرت بتاعه وبيربطه على رجله علشان يوقف النزيف، وبيشيل السكينة من رجله وبيحاول يفك بيها القنبلة المربوطة في ايد بنته. وفجأة بتظهر ديانا ومعاها مسدس وبتضرب نار على ألفا وبتصيبه في رجليه، وبياخد جيسي القنبلة وبيحطها على صدر ألفا وبيغرس فيها سكينة وبيرميه من فوق السطح.
وساعتها القنبلة بتنفجر فيه وبيموت. وبتروح ديانا تتكلم مع جيسي وهي مستغربة ازاي شخص واحد قدر يقف قدام العصابة وكمان أنقذ آلاف البشر من الموت. لكن جيسي قال لها انه كان بيعمل شغله وان اللي حصل معاه النهارده يعتبر تدريب من التدريبات اللي كان بيعملها في الجيش. وبعدها بيسيبها وبياخد بنته وبيروحوا يطمنوا على ريكي. وساعتها بيعرف ريكي ان ابوه مش شخص عادي زي ما كان فاكر، وبيعرفه انه فخور بيه. وبعدها بتيجي أليشا وبتطمن عليهم، وبيقرر جيسي يهتم بولاده أكتر ويعوضهم عن غيابه عنهم طول فترة وجوده في الخدمة. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس. وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس، علشان هتلاقوا عليها أفلام من الآخر جاية من المريخ عليك على طول. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. اشترك وسيب الباقي علينا.